إليكم الحصاد الإخباري الأسبوعي لجامعة قناة السويس من 14 حتى 25 من سبتمبر لعام 2024. رئيس جامعة قناة السويس يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. حفل تخريج الدفعة الأولى من الطلاب الحاصلين على شهادة التحول الرقمي بجامعة قناة السويس. جامعة قناة السويس تحقق إنجازاً كبيراً في نهائيات مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، وتشارك في تنظيم القمة العالمية ريبل سامت لعام 2024. لأول مرة بجامعة قناة السويس أقيم معمل تشريح إلكتروني تعليمي بأحدث التقنيات. يعرض رئيس جامعة قناة السويس خلال مشاركته بمجلس كلية الطب تقريراً شاملاً حول التطوير الجذري الذي يتم داخل المستشفى الجامعي. يناقش مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة إعادة هيكلة الوحدات ذات الطابع الخاص، ويتابع الاستعدادات للمشاركة في مبادرة بداية. أسر الطلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس تشارك أطفال دار الأيتام الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. فرق جامعة قناة السويس تتأهل للتصفيات النهائية في أولمبيات الشركات الناشئة. 180 مشارك من 9 جامعات مصرية يشاركون في حفل افتتاح لقاء الصداقة الرابع لجوال وجوالات الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس. تطلق جامعة قناة السويس أولى قوافل المبادرة الرئاسية بداية إلى القنطرة غرب، وتحديداً إلى قرية النصر. يعرض مجلس التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس منصة الكتاب الجامعي الموحد. تطلق جامعة قناة السويس برنامج دراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة ضمن المبادرة الرئاسية بداية صنايعية مصر. تستضيف جامعة قناة السويس 100 طالب وطالبة يمثلون 32 جامعة خلال افتتاح المؤتمر الأول لطلاب الجامعات المصرية الذي ينظمه الاتحاد المصري للجامعات. تنظم كلية الطب بجامعة قناة السويس اليوم العالمي للتوعية المجتمعية في 23 من سبتمبر. بجامعة قناة السويس حفل تكريم الأستاذ علي أمين سليم لبلوغه سن التقاعد. أقيمت دورة تدريبية حول الدعاية والتسويق وكتابة السيرة الذاتية في المجال الطبي بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس. يتفقد رئيس جامعة قناة السويس تجهيزات الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية
استعداداً للعام الدراسي 2024-2025. بمشاركة 9 جامعات مصرية يقام حفل ختام لقاء الصداقة الرابع لجوال وجوالات الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس. بالصور: المؤتمر الأول لطلاب الجامعات المصرية، منصة لتطوير الرياضة الجامعية من خلال عقد ورش عمل ومحاضرات متميزة تستضيفها جامعة قناة السويس. يشهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حفل ختام المؤتمر الأول للاتحاد المصري للجامعات المصرية في رحاب جامعة قناة السويس. مسيرة طلابية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة قناة السويس. ثمانية 18 عالماً يمثلون جامعة قناة السويس في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيراً مرجعياً لعام 2024. فريق روبو فارم بجامعة قناة السويس يحصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج لعام 2024. تشارك جامعة قناة السويس في منتدى بكين الثقافي بالصين. يوجه رئيس جامعة قناة السويس الشكر للأطقم الطبية وهيئة التمريض بالمستشفى الجامعي بعد إنقاذهم حياة سيدة تعرضت لعدة طعنات نافذة. وفد رفيع من المركز الدولي الصيني للتبادل الاقتصادي والتقني يزور الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية لتعزيز التعاون. يشهد رئيس جامعة قناة السويس حفل تكريم هيام مصطفى بمناسبة بلوغها سن التقاعد. تنظم جامعة قناة السويس برنامجاً تدريبياً للتغذية العلاجية في إطار مبادرة بداية. تستقبل جامعة قناة السويس وفداً من جامعة غوانغدونغ الصينية لتعزيز التعاون العلمي. منتخب كرة القدم الخماسية بجامعة قناة السويس يفوز بالنسخة الأولى لكأس حياة كريمة. يعلن مجلس الدراسات العليا بجامعة قناة السويس عن مد فترة التسجيل الإلكتروني لطلاب الدراسات العليا حتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2024، ويؤكد على انتهاء الكليات من التجهيزات استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 2024-2025. تكرم جامعة قناة السويس المهندس محمد علي مدير إدارة الإنشاءات لبلوغه سن التقاعد. يشهد رئيس جامعة قناة السويس مجلس كلية الصيدلة ويتابع استعداداتها للعام الدراسي الجديد. تطلق جامعة قناة السويس قافلة شاملة تحت مظلة حياة كريمة في فايد مستهدفة 688 مواطناً.
تعاون مثمر بين جامعة قناة السويس ومديرية الصحة بالإسماعيلية. دورات تدريبية حول إدارة الأزمات واستراتيجية الأمن القومي بالشراكة بين جامعة قناة السويس والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا. تعلن جامعة قناة السويس اعتماد بروتوكول إقامة فعاليات تنظيم حفلات تخرج الطلاب. يستقبل رئيس جامعة قناة السويس وفد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين. جامعة قناة السويس وجامعة نانشانغ الصينية تناقشان إقامة شراكة لتعزيز العلاقات الثقافية والعلمية. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار جامعة قناة السويس. إعداد المكتب الإعلامي لجامعة قناة السويس، قرأها عليكم محمد جمال.